الفيديو النهاردة عن الكراش. هناخد مع بعض شوية أسئلة كده تفصيلية عنه وعن مشاعره ونوايات تجاهك القادمة ايه. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى الحجر البامبا، اوكي. المجموعة التانية الحجر الأسود. اختاروا بالأحجار أو بالألوان أو اختاروا بالحروف، هسيبها لكم في صندوق الوصف. هسيبكم ثواني تختاروا ونبدأ على طول. تمام، نبدأ. المجموعة الأولى اللي اختارت اللون البامبا أو اختارت بالحروف. أول حاجة هناخدها، أول حاجة خالص هناخدها هي شخصيته، يعني عايزين نفهم شخصيته برضو. ده كارت لشخصيته، مشاعره تجاهك. طيب دي مشاعره بشكل عام، ماشي. عايزين بقى نعرف هل في حب رومانسي اتجاهك ولا لأ. تمام، ازاي توقعه، ازاي تخليه يقرب منك. طيب هناخد بقى مع بعض الأول خالص الطاقة بتاعتك انت. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك. تمام، اولا انت شخص عقلاني قوي، انت شخص مش عاطفي، لا انت شخص عقلاني وعملي، شخص عملي قوي. في حاجة الفترة دي انت محتار فيها، ممكن تكون محتار مثلا بين شخصين، بين عرضين للشغل مثلا، حاجة في الدراسة، في حاجة محيراك، انت محتار قوي الفترة دي. ممكن تكون مش عارف تاخد قرارات معينة في حاجات تخص العمل او تخص الفلوس، او مثلا حتى في علاقة زي ما قلت لك. كمان انت في حاجة بتتدرب عليها اول فترة دي وبتجتهد فيها وبتبذل مجهود فيها. بالاكتر انا حاسة ان هي حاجة ليها علاقة بالاستقرار. ممكن يعني لو علاقة مثلا، فهي انت شايف ان الشخص ده مناسب ان هو يكون زوجي، مش مجرد حب وخلاص. لا انت شايف ان هو علاقة تصلح لان هي تكون حاجة فيها استقرار، يعني الزوج المناسب مثلا او فتى الاحلام او الشخص اللي انت حاسس ان ده اللي انا ينفع اتجوزه. فانت بتبذل مجهود قوي في العلاقة دي، يا اما بقى حاجة ليها علاقة بالاستقرار، الفلوس والمادة او الدراسة او كده. كمان زي ما قلت لك انت شخص ذكي جدا، شخص حاد نوعا ما. شخصيتك مش سهلة، يعني انت شخص مش سهل على فكرة. بتفكر كتير قوي ومنطقي، يعني بتهتم بالمنطق اكتر من العواطف. انت ممكن تكون مثلا في اي حاجة في حياتك دايما بتحب ان انت تختار بعقلك مش بقلبك، اوكي. فدي طاقتك كده باختصار شديد. لو انطبقت عليك كمل قراية، لو ما انطبقتش عليك اسمع المجموعة التانية، وما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. طيب اول حاجة بقى هناخدها شخصية الكراش بتاعك. هو اولا الشخص ده قوي جدا، شخصيته قوية جدا، شخصيته كمان حنونة قوي. يعني ما يغركش القوة اللي هو فيها دي، هو قوته في حنيته، في قوة تحمله. عنده ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي حلو قوي، بيعرف ازاي ان هو يتحكم في الاشخاص اللي حواليه على فكرة، بسبب مثلا شخصيته، بسبب ان هو متفهم قوي، بسبب ان هو مثلا عنده قدرة كده على الاحتواء، بيحتوي اللي حواليه، فالناس بتتعلق بيه بسرعة، وهو بيقدر ان هو يتحكم فيهم. الحتة دي ما بيقدرش يستغنوا عنه مثلا. كمان الشخص ده متواضع قوي، متواضع، والتواضع بتاعه ده نوع من انواع ذكائه، يعني نوع من انواع قوته. مش بس ان هو حاجة في شخصيته، لا زي ما بقولك كده اللي هو ايه، لو حد جه شخط فيه مثلا، حد كان متعصب وشخط فيه، مش بيرد بقى ايه يعني مش بيرد عليه بطريقة وحشة او بطريقة سلبية، بالعكس ده بيمتص غضبه جدا، وبيكون شخص بيسايسه وبيحاول يحس بيه ويشوف هو مثلا يلتمس له الاعذار. هو اكيد مثلا عنده مشكلة معينة، عنده حاجة خلته يبقى مثلا عصبي بالطريقة دي، يعني عارف كده، شخص متفهم قوي للي حواليه. كمان هو من الشخصيات اللي عندها القدرة على التحكم في نفسها، هي شخصيا، مش بس في اللي حواليها. بيعرف يتحكم كويس قوي في نفسه، بيعرف يتحكم كويس قوي في غضبه، في شهواته،
في اي حاجة، مش شخص مدلوق كده، مش شخص مثلا مش هقولك ان هو على فكرة عقلاني قوي، هو مش شرط يكون عقلاني، انت كده برضو على فكرة، بس انت بطريقة عقلانية، انما هو بطريقة يعني عنده ذكاء عاطفي قوي. في ناس عاطفية جدا بس لدرجة ان هي تبقى مدلوقة كده، وفي ناس عقلانية جدا لدرجة ان هي ممكن تكون جامدة جدا في مشاعرها. هو بقى ايه، عنده مشاعر كبيرة قوي 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 جدا كمان، بس في نفس الوقت واصلة معاه لمرحلة الذكاء ان هو بقى ما يبقاش ساذج، لا هو مش ساذج خالص رغم كمية المشاعر اللي عنده، ولكن هو بيعرف زي ما بقولك كده يتحكم في نفسه، وعنده قوة إرادة عالية جدا. انا متهيألي انت ممكن تكون معجب بيه عشان كده، لان هو مناسب جدا لطاقتك. يعني انت طاقتك الشخصية اللي شفناها عنك تناسبك قوي حاجة زي كده، لان انت ما بتحبش الشخصية اللي هي مدلوقة دي، فهو كده فعلا. ده بالنسبة لشخصيته. خلونا بقى نشوف مشاعره تجاهك. مشاعره اتجاهك ممكن يكون شوية شايفك عصبي، ومش شرط برضو، مش شرط عصبي بس كمان خلونا نوضح كده مشاعره اتجاهك بشكل عام. لا هو معجب بيك على فكرة. بص بقى هو شايفك ايه، بص هو شايفك كمان مشغول قوي، يعني هو شايفك شخص مشغول مشغول مشغول، وعندك اعمال وعندك طموحات، ومش مجرد بقى احلام كده، في الاحلام يقظة يعني، لا انت فعلا شخص مشغول، انت فعلا عندك حاجات مشغول بيها وبتعملها وبتنجزها في حياتك. انت شخص طموح جدا، شخص يعني ايه، معتمد على نفسه، يمكن كمان ان احنا نعتمد عليه، مش هو بس اللي معتمد على نفسه، لا كمان هو شايف ان انت يعتمد عليك، وكمان شايف ان انت زي ما قلت لك كده منطلق قوي، عندك حماس جامد قوي للحياة. شايفك شخص عندك حماس، عندك بتتطور بسرعة جدا، تطوراتك سريعة، عامل حاجات كتيرة قوي حلوة في حياتك، حاجات عملية على فكرة، وانت فعلا كان طاقتك كده، انت كنت شخص مدمن على عمل. هو شايف ان انت شخص كمان الناس بتحب تلجأ لك، وبتحب تلجأ لك في حل مشاكلها، وانك شخصية جدعة، يعني انك حد جدع، حد امين، حد خلوق، حد محترم جدا. على فكرة كمان شايفك زوجة رائعة، يعني شايف ان انت مثلا شخصية اي راجل يتمنى ان هو يرتبط بيها لو انت انثى. شخص عندك امينة يعني، ما بتطلعيش الاسرار بره، يعتمد عليكي في ان هو يقولك اسراره مثلا، او اللي حواليك يقولولك اسرارهم. وشخص امينه كمان في ان هو في اي حاجه بقى، يعني مثلا حتى لو مثلا ارتبطتي بحد، شايفك ان انت من النوع المخلص قوي، النوع المحترم قوي، شايفك حد محترم جدا يعني. فده بالنسبه لمشاعره اتجاهك بشكل عام. طب مشاعره بقى اتجاهك بشكل خاص، يعني هل عنده مشاعر رومانسيه اتجاهك ولا لا؟ في ما لحقناش نقول. بص هو شايفك بالاكتر فرصة حلوة، يعني فرصة حلوة، شايف ان انت ممكن مثلا يعمل معاك شغل حلو، وشايف ان انت حد يعني مشاعره تجاهك لسه ما اقدرش اقولك ان هي وصلت لمرحلة الحب، مش قادرة احس ان في مشاعر حب هنا او مشاعر رومانسية. هي بالاكتر كده مشاعر ان ايه، الشخص ده مناسب قوي ان انا اشتغل معاه، ان احنا نعمل شغل مع بعض، ممكن تكونوا بالفعل بتشتغلوا مع بعض، فهو شايفك زميل رائع مثلا، شايف ان انت مثلا حد ممكن يستفيد منه جدا في خبرته مثلا، ممكن ان انت تدعمه، ممكن انت تكون في مركز حلو مثلا، فهو نفسه ان انت تدعمه في الحتة دي. هو كل مشاعره تجاهك تخص الشغل والحاجات اللي هي العملية، يعني مش هقدر ان انا اضحك عليك. وليه بقى؟ هقولك ليه، انا هقولك هو ليه كده. طبعا احنا مش هنسحب كارت هو هيعترف ولا لا، لان مفيش مشاعر قصادنا، ولكن هقولك ليه هو كده، وهقولك ازاي تتعامل معاه. اولا الشخص ده من النوع اللي هو يعني هو ممكن جدا يكون ترابي، او لو هو مش برج ترابي فهو شخصيته ترابية، اللي هو ايه، اللي هو البطيء البطيء البطيء، اللي هو قعدك جنبه 3 4 5 10 سنين وفي الاخر يقولك انا محتاج ادرس شخصيتك. عارفين الملل ده؟ هو كده، هو ممل، شخص ممل، شخص بطيء،
يعني بيمشي في الجزمة قبل ما يمشي بجد. عارفين انتوا المثل ده اللي هو يمشي جوه الجزمة الاول من كتر ما هو بطيء، وبيحسب خطواته، بيفكر 1000 مليون مرة قبل ما يتصرف او قبل ما يحس اصلا. هو بيحس اساسا من خلال عقله يعني. بس على فكرة النوعية دي برضو عايزة اقولك ان انت بصفاتك وبنظرته ليك دي، انا ما اقدرش استبعد ابدا ان هو هيجي في يوم من الايام يقولك انا بحبك، او على الاقل خالص انا عايزة اتجوزك. لان هو كل اعجابه بيك، يعني عارفين مثلا لو الشخص ده كان طلع لنا كده وجيت اقولك ازاي ان انت تخليه يحبك، كنت هقولك اقنعه قوي عليك وعلى عقله مش على قلبه. الشخص ده من النوع اللي بيحب بعقله. فانت ما شاء الله بالفعل عامل كده، انت شاطر، انت مش محتاج اصلا ان انت تجتهد، انت فعلا مقنعه جدا. فعلشان كده انا حاسه ان هي مسألة وقت بس. محتاج منك ان هو محتاج شوية وقت، لان هو اصلا شخص زي ما قلت لك كده بيحتاج وقت على ما ياخد اي قرار او ينتقل لاي ليفل اعلى يعني. ده السبب. كل اللي هو محتاجه منك ان انت ما تستعجلهوش. على فكرة الشخصية دي لما بتستعجلها بتخاف جدا وبتطلع تهرب وبتلاقيها مثلا اختفت خالص، مهما كان معاه مصالح معاك، يعني مهما كان مصلحته معاك هتلاقيه هيخاف ويهرب لو حاسة ان انت مستعجله في الناحية العاطفية. لا، ما تعملش كده، بالعكس، هو بطيء، خليك ابطأ منه. والحكاية دي هتطمنه وتخليه هو بقى اللي يبدأ يقرب منك واحدة واحدة. كمان خش له من حتة الصداقة، يعني حاول تكسبه كصديق. لو هو حس ان بينكم صداقة هيطمن لك اكتر، لان هما الشخصيات دي مشكلتهم ان هما الامان عندهم ضعيف قوي، يعني بيخافوا بسرعة قوي، مش بيثقوا بسرعة. فاهمين ازاي؟ فبس يعني ده بالنسبة لمشاعره. تعالوا بقى بعد فترة كده نبقى نشوف تاني، نكشف عن طاقته. ممكن جدا تكون اتغيرت ويكون بدأ بقى مشاعره تتحرك والكلام ده كله. فانت مش محتاج تعمل حاجة، انت بالفعل رائع. هي بس مسألة وقت ان شاء الله. اهم حاجة بس ان انت ما تستعجلهوش. فبس دي كل حاجة يا مجموعة رقم 1. اشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك وتكتبوا لي تحبوا نعمل فيديوهات الفترة الجاية. اشكركم جدا، مع السلامة. اهلا بيكم يا مجموعة رقم 2 اللي اختارت الحجر الاسود. خلونا نشوف مع بعض كده اول حاجة شخصية هذا الشخص او هذا الكراش. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. هي نزلت لوحدها. بس ايه الشخصية اللي غير مبشرة دي؟ شخصيته مش حلوة قوي، غريبة قوي. طيب هنشوف مع بعض مشاعره ليك بشكل عام، مشاعره ليك بقى بشكل خاص. طيب ازاي توقعه او ازاي تتعامل معاه؟ الطاقة بتاعتك انت. يا سلام، ايه الطاقة الجبارة دي! اولا كده انتوا اصحاب المجموعة دي امامير قوي، شكلكم حلو، عندكم جمال في الشكل، جمال في الجسد. شخصية كمان انتوا عندكم انوثة عالية قوي، او مثلا طاقتكم الأنثوية عالية جدا، بتحتضنوا قوي الناس، عندكم حس الرعاية، الحب، الحنان، فيكم حنية كبيرة قوي. شخصيتكم جميلة جدا. كمان انت الشخص مكتفي بنفسك قوي 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 قوي، بتحب نفسك، مقدر قيمة نفسك. وكمان انت سنجل، انت مش مرتبط، مش في علاقة. ولو انت في علاقة جواز فانت فانت برضو عارف اللي هو الناس اللي تبقى في علاقة بس مش عايشة دور العلاقة، مش مكبوتة مثلا، لا هي حرة قوي. تحس ان هي اصلا مش مرتبطة من كتر ما هي مثلا يعني عارفة قيمة نفسها قوي، مش منغمسة كده في طاقة الشخص اللي معاها، هي محتفظة بطاقتها وبتفكيرها بنفسها، وان نفسها هي الأولوية عندها. فتحس ان هي سنجل اساسا. فانتوا يا اما هتبقوا فعلا سنجل، يا اما انتوا هتكونوا متزوجين، ولكن زي ما قلت لك كده طاقتك طاقة حرة قوي. كمان انت عندك في حاجة اتجاهها في شغف كبير قوي، لسه بادئ معاك موضوع جديد يعني. ممكن يكون دراسة، ممكن يكون عمل، وممكن يكون شخص، ممكن يكون الكراش اللي احنا بنسأل عنه النهاردة. وعلى فكرة انت عندك شغف اتجاهه قوي، ممكن تكون معجب بيه جدا او مهووس بيه، او ممكن كمان تكون حاسس ان انت بينك وبينه يعني ايه،
حاسس رغبة جسدية فيه كمان، لانه انت الموضوع معاك شغف اتجاهه قوي. حاسس انت معجب بيه قوي. هو في الغالب هيبقى الشخص ده، يا اما بقى انت عندك دراسة معينة او حاجة جديدة في المجال العمل او كده، او هواية بدأت ان انت تتحمس ليها. فبس دي بالنسبة للطاقة بتاعتك. لو انطبقت عليك كمل قراية، لو ما انطبقتش عليك اسمع القراية الاولى. ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. خلونا بقى نشوف شخصية الكراش ده، لانه غريبة اوي بصراحة ومش مطمناني. يا نهار ابيض. طب هو بصراحة شخصية غريبة قوي، انا عمري في حياتي ما سمعت عن شخصية زي كده. يعني عارفين اللي هو لما بنسأل عن شخصية فلان بتطلع صفة من صفاته، الحتة اللي هقولها لك دي، انما تبقى هي الاساس في شخصيته. فده حاجة غريبة قوي. هو في الغالب الشخص ده مش ناضج ابدا، شخص سطحي، سوري في الكلمة، تافه، بيحب يجادل قوي. عارفين كلمة مثلا هو شخص منافس على فكرة، بس عارفين لما حد يقولك ايه الشخص ده بينافس منافسة شريفة، ده بقى العكس، منافسة بس مش شريفة خالص. يعني بيحب اللي هو ايه، انا داخل معاك كلام. اولا بيرغي كتير، بيجادل كتير، بيتكلم في حاجات، عامل نفسه فاهم كل حاجة، هو اصلا مش فاهم حاجة. بيدخل بس المناقشة لمجرد ان هو يرخم ويغلبك ويهزمك. او مثلا بيخش علاقة، حتى لو هو مثلا مش من النوع اللي بيناقش، هو مثلا بيخش علاقة يختار كده الناس اللي هو يلا، اللي هو صباح الخير، يشرب كوباية القهوة بتاعته ويقعد يفكر بقى ههزم مين النهاردة، هاجي على مين النهاردة، هرخم على مين النهاردة. فاللي هو ايه، يدخل علاقة مع بنت مثلا، يبقى عايز يكسرها، عايز يكسر الشخص اللي معاه ده، عايز يدمره. هو من الاخر بيبقى عايز يدمر الناس. الشخص ده مؤذي على فكرة، انا مش حاسة ان هو حد سليم نفسيا. انا مش عارفة انت بالطاقة بتاعتك دي معجب بيه على ايه، غريبة قوي. يا اما بقى الشخص ده، بس انا ما سالتش عن طاقه العلاقه، يعني ما اقدرش اقولك مثلا ان انتوا طاقه علاقتكم مثلا ان هو هزمك في حاجه او كده. لا، احنا بنسال عن شخصيته. فهو شخصيته شخصيه عدائيه، شخص عنيف عدائي. ولو الصفات دي، وعلى فكره الصفات دي واضحه فيه قوي، يا اما بقى هو راسم الوش التاني، لان انت بشخص بذكائك، انا مستغربه انت ازاي ما عرفتوش وازاي لسه معجب بيه. يا اما هو بقى فعلا بيرسم وش غير الوش بتاعه، مش واضح قوي. يعني ده ممكن تكتشفه مع الوقت بقى، لما تقرب منه اكتر تكتشف فيه الصفات دي. فلو هو مش باين لك من دلوقتي، خد بالك بقى، خد بالك، لان هو ممكن يفاجئك بوشه التاني. الشخص ده يعني اذى ناس كتير على فكرة. شخص بيحب يهزم، هو بيحب الهزيمة، وبيحب الانتصار اللي مش حلو، اللي هو مش مثلا يا ريت انت ليك حق فيه. عارفين النوعية دي في الغالب بيبقى اصلا ما عندهاش ثقة في نفسها خالص، وبتدور بقى على الناس اللي في التوب بقى، الناس الحلوة، الناس اللي طاقتها حلوة، وانت ما شاء الله عليك طاقتك كانت جميلة. فبيدوروا على الناس دي عشان يمصوا الطاقة بتاعتهم ويكسروهم، فيحسوا بنفسهم انا قدرت اكسر البنت الجميلة قوي دي اللي كانت حاجة كبيرة قوي دي، انا قدرت اكسرها، فانا حاجة واو. عارفين الناس المريضة نفسيا دي. فهو شخص ممكن جدا يكون نرجسي كمان. وهو اكيد نرجسي اساسا يعني. فانا مش عارفة بجد، ابعد عنه، ايه ده غريب قوي، مش مريحني خالص. كمان الشخص ده مشاعره تجاهك بشكل عام، هو معجب، هو مبهور بيك على فكرة. هو شايفك حاجة يعني، وانت صراحة شخص بطاقتك دي تبهر، يعني انت فعلا كنت مبهر. ايوه، هو بص عنده شغف ناحيتك، هو شغفه ناحيتك عالي قوي على فكرة. الشخص ده شغفه ناحيتك عالي قوي، بس هو على فكرة محتار في حاجة بقى. هو مش عارف ياخد قرار، اتجاهك، تصدق بقى. هو عموما الشخص ده يعني ايه،
مشاعره تجاهك مش زي شخصيته. يعني انا توقعت ان مشاعره بقى تجاهك تبقى سامة، بس المفاجأة ان هي مشاعره تجاهك مش وحشة قوي، يعني مش حاجة مخيفة، بس برضو فيها شغف عالي. يعني ما نقدرش ننكر برضو ان الحتة دي ممكن تكون خطر شوية. يعني ممكن يكون افكاره تجاهك جسدية مثلا او اعجاب قوي، هو عموما منبهر بيك قوي وشايفك ان انت حاجة، فرصة حلوة، حاجة مثلا. بس هو محتار، هو مش واخد قرار على فكرة. خلونا طب نشوف مشاعره الخاصة تجاهك، في حب بقى، في حب رومانسي ولا لأ، وده هيكشف لنا حاجات اكتر، تفاصيل اكتر. بس هو مشاعره العامة ليك ان هو حاسس اللي هو محتار فيك، وفي نفس الوقت عنده شغف عالي قوي. ماشي. طيب هل بقى عنده مشاعر اتجاهك لو انتوا ما بتتواصلوش، مش بتتكلموا؟ فالشخص ده هيكلمك قريب قوي. مشاعره غريبة زي شخصيته. هو الشخص ده لو سابك، يعني لو مثلا كنتوا اون اوف مع بعض، هيرجع يكلمك قريب قوي، هيكلمك بسرعة كمان، فاهم؟ لا مفيش حب، هو مفيش حب يعني مفيش حب رومانسي، بس في اعجاب فظيع، في في رجوع لو انتوا كنتوا متخاصمين او قاطعين مع بعض، في رجوع سريع وفي تواصل سريع جدا. بس في شغف طبعا، بس مفيش حب. مش شايفة حب، يعني مش شايفة كارت يعبر عن الحب بقى والرومانسية والمشاعر دي. هو واضح ان الموضوع لسه جديد، وواضح ان هو زي ما قلت لك كده مبني كل الموضوع على الاعجاب. طب خلونا نشوف كده، هل عنده مشاعر؟ هل يعني ناوي يستغلك في حاجة؟ هل عنده مشاعر فيها استغلال مثلا ليك، سواء بقى ماديا او جسديا، ولا مشاعره صافية ناحيتك، نوايا طيبة ناحيتك؟ نوايا الشخص ده اتجاهك خبيثة ولا حلوة؟ نوايا غامضة. غامضة زيه كده، نوايا غامضة اوي. هو نوايا اتجاهك فيها شوية خوف على فكرة، انا حاسة ان هو خايف شوية، او حاسة ان انت مش سهل مثلا. هو لسه مش هو على فكرة هنا اصلا كان محتار، هو محتار في مشاعره اتجاهك، مش عارف يحبك ولا يكرهك ولا يحترمك ولا يلعب بيك، ولا هو على فكرة مش محدد اساسا. هو مش محدد هل انت شخص ينفع يتعامل معاه بالطريقة بتاعته دي، ولا المفروض يتعامل بطريقة تانية. انت ايه؟ هو انت شكلك غريب عليه، تصدق؟ يعني شكلك اول مرة مثلا يقابل حد نظيف، حد محترم، حد راقي، حد اخلاقه عالية، حد مميز. واضح ان كان كل اللي بيعرفهم اشكال غريبة، فهو متعود ان هو يتعامل مع الناس كلها بالطريقة دي. بس لما شافك اختلف، يعني حاسة ان هو في حاجة مختلفة، فما بقاش عارف يتعامل معاك ازاي. هو مش عارف يتعامل معاك ايه، يحطك في ايه، يحطك في انهي خانة. فاهمين قصدي؟ طيب تتعامل معاه انت ازاي بقى؟ تتعامل معاه ازاي؟ بس استنوا نفنط الكوتشينة شوية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، عشان ده بيشجعني يا جماعة ان انا استمر. بليز اشتركوا في القناة. طيب ناخد بقى ازاي تتعامل معاه. ايه الطريقة الغريبة دي؟ ايه ده؟ انا قلبي مش جايبني اقولها. غريبة قوي. لا لا لا، استنوا، انا فهمت. انا فهمت. لبعضكم الشخص ده هيبقى جرحك قبل كده او لعب بيك قبل كده، لبعضكم يعني مش كلكم. طيب بص بقى يا حلو،
الرسائل بتقولك ازاي تتعامل معاه، او الكروت بتقولك ازاي تتعامل معاه. انت محتاج تكون حريص قوي وعارف اللي هو ايه، يعني ايه، ما تثقش قوي. بلاش تثق، بلاش تتعامل معاه بالقلب الحلو ده، بلاش تتعامل معاه بالحب اللا مشروط ده والطاقة دي. بالعكس خليك عقلاني. على فكرة انت كنت، لا انت مش عقلاني، انت في الطاقة بتاعتك كنت حنون قوي، كان عندك حنية فظيعة. بلاش تديله الحنية دي والنبي. اهدى شوية، اهدى، علشان الشخص ده انت محتاج تكون حذر معاه. ما ينفعش تديله الكاس ده الا لما تضمن ان الشخص ده هيديلك الكارت ده او هيديلك الوعد ده. ده كارت الجواز، والجواز ده هنا ده كارت الجواز عن العقل كمان، مش الجواز العاطفي. فده معناه ايه؟ معناه ان انت محتاج تكون يعني ايه، واثق ان الشخص ده عنده القدرة، او فعلا بيوعدك بجواز. يعني تكون معاه بتفكر بعقلك، ما يبقاش مثلا اللي هو ايه، انا والله هبقى اتجوزك، والله هديكي وعود في الهوا كده. لا، وريني حاجة حقيقية، تعالى تقدم لي، تعالى ناخد خطوة، طب يلا حوش معايا مثلا، طب يلا معرفش ايه. لازم يكون الشخص ده جد، ولازم يعرف ان انت شخص جد، وان انت شخص مش هتقبل بلعب العيال ده. لازم تكون حريص وانت بتدي مشاعرك، وانت بتدي كاس الحب بتاعك. لازم تكون حريص قوي، خليك بخيل، خليك بخيل مع النوعية دي شوية. ما ينفعش تبقى مغرقه بحنانك كده وانت اصلا شكلك كمان مستقر ماديا او وضعك المادي حلو، تقعد بقى تغرقه في هدايا بقى وفي حب وفي دلع، وفي الاخر هو يقولك سلام عليكم ويجرحك. لا، ما تعملش كده. خليك حريص قوي، خليك بخيل. ما تديش حاجة بدون شروط. مع الشخص ده ما ينفعش الحب الغير مشروط. ما ينفعش تقول انا هديله كل حاجة عشان انا بحبه حب غير مشروط، حتى لو هو انسان وحش، حتى لو بيعمل ويسوي فيا. انا بحسه ابني، اصلا انا معرفش ايه، اصلا هو لطيف قوي، اصلا انا عندي شغف. في شغف، خد بالك، كان الشغف عندك وعنده. ده معناها ان انت اوعى تديله اي حاجة جسدية الا اذا كان فعلا بيوعدك يعني مش بيوعدك، يعني مش يوعدك تروح تديله حاجة جسدية، لا، ما تعملش معاه حاجة خالص غير في إطار جواز. لأنه الشخص ده من النوع اللي هو لو خد حاجة هيخلع، هيعاملك، هيطلع لك بقى الوش ده إن ما كانش طلعه لك أصلا. فخد بالك قوي، الشخصية دي مش حلوة. أنا أصلا ما انصحكش حتى إن أنت تتجوزها. يعني لو هو عايز يتجوزك ما انصحكش، أنا مش مرتاحه له قوي بصراحة. بس هو ما عندوش لحد دلوقتي نوايا يعني مخيفة قوي اتجاهك. بس انا حاسة ان انت افضل منه في حاجات كتير، وتستاهل حد احسن منه بكتير. الشخص ده ممكن يستنزفك قوي ويرجعك لورا، فخد بالك بقى. يعني حاول تاخد بالك. طب انا ممكن اديلك نصيحة، لان انا حاسة ان انت محتاج نصيحة ليك يا مجموعة رقم 2. نصيحة ليك في العلاقة دي، نصيحة ليك في العلاقة دي. مم. ممكن تكون مثلا محتاج تبعد. طيب بص، هو بالاكتر الكارت ده عايز يقولك ايه. انت واضح على فكرة ان انت ممكن تكون انت نفسك محتار في الشخص ده على فكرة، او انت نفسك جواك قلق او صراعات اتجاهه. ممكن يكون هو اسلوبه معاك اون اوف، ممكن يكون جرحك بالفعل، ممكن يكون انت حاسس ان انت مش عارف الشخص ده كويس ولا مش كويس. حتى لو انت مثلا مش كده وشايف ان انت معجب بيه تماما ومقتنع بيه، ممكن تكون جدا نصيحتك بتقولك ان انت ابعد شوية. ابعد وروح مكان هادي. هادي ده مش شرط ان انت تروح مكان هادي بجسمك، يعني ان انت تمشي تروح مكان هادي، لا، ممكن حتى في عقلك. روح في مكان هادي في عقلك، اهدى، بطل تفكر، اهدى، مثلا صلي، اعمل تأمل، اهدى كده خالص، وابدأ اعيد حساباتك واعيد تفكيرك في العلاقة دي بعيدا بقى عن مشاعرك تماما. حاول تفصل مشاعرك عن العلاقة دي، وحاول تفكر بعقلك وبهدوء، وتشوف هل فعلا الشخص ده مناسب ليا، هل مكافئ ليا، هل انا استحق العلاقة زي كده، ولا استحق حاجة افضل، ولا استحق ايه. محتاج تراجع حساباتك شوية، محتاج تقعد مع نفسك شوية، محتاج تبعد وتفصل وتقعد مع نفسك شوية.
بعيدا عن تأثير الشخص ده وبعيدا عن مكالماته مثلا او التواصل بينك وبينه، لا افصل عنه خالص وابدأ اعيد حساباتك مرة تانية. وربنا يا رب يوفقكم ويساعدكم ويحفظكم يا مجموعة رقم 2. طب معلش خلوني برضه اخد لكم كارت كمان، هل تكمل مع الشخص ده ولا تبعد عنه؟ بص بقى، انت محتاج تنعزل شوية زي الكارت ده كده، محتاج تنعزل شوية، تقعد مع نفسك شوية، تنسحب شوية من العلاقة دي، او حتى لو هي مجرد كراش محتاج، لان انت عندك على فكرة مشاعر اتجاهه عالية، انت عندك شغف اتجاهه، فانت محتاج تبعد شوية وتحمي نفسك. ارجوك احمي نفسك، احمي نفسك من الشخصية دي، احمي قلبك، احمي طاقتك الجميلة، احمي فلوسك، احمي كل حاجة حلوة عندك وبس يعني، فاهمين؟ فبس دي كل حاجة يا مجموعة رقم 2. اشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك وتكتبوا لي تحبوا نعمل فيديوهات الفترة الجاية. اشكركم جدا، مع السلامة.